هاي 5 أسباب قوية تخليك ما تشوف بريكنج باد. ارسل الفيديو للشخص اللي تعبك وهو ينصحك في متابعة المسلسل عشان يتركك في حالك. المسلسل من كثر ما هو تعبان وقديم مصور بكاميرات فيلم وليس كاميرات بتقنية الديجيتال الرقمية. 4. المسلسل أصلا كان بيتكنسل من الموسم الثاني لولا تدخل نتفليكس، فلما صار في نتفليكس وقدر الكل يشوفه ارتفعت تقييماته. 3. الممثل الرئيسي في المسلسل براين كرانستون اللي يؤدي شخصية والتر وايت ممثل كوميدي أصلا وما اشتهر عنه أداء درامي قوي قبل بريكنج باد. رقم 2. الشخصيات في المسلسل معطوبة. أستاذ كيمياء خمسيني أصلع، محامي نصاب، على صاحب مطعم دجاج، على شايب في دار عجزة، على شرطي سابق، على ربة منزل مكتئبة. شنو مسلسل متقاعدين هاي؟ رقم 1. القصة الرئيسية مملة جدا. أستاذ كيمياء في مدرسة ثانوية مفلس يشتغل في مغسلة سيارات، بعد العمل يصيده سرطان في الرئة فيقرر يبيع ممنوعات. شنو هالحماقة هاي؟ كم تعطي هاي المسلسل الفاشل من 10 من وجهة نظرك؟ أكيد لأنه هو في IMDb 9.5 يعني، بس تخيل يعني 9.5. لو إنه مسلسل زين كان ياب 10.